بغيتي يا اختي تغلاضي وتزياني وتكون عندك فورمه زوينه وتكون صحتك زوينه بحالك بحال كاع العيالات الغضاضات الطبيبيزات الدبدوبات. خلي عليا يا اختي هذاك الخبز والزيت ولا الخبز والفرماج ولا البيض العادي. لا اختي وجدي ليا هاد الاكله هادي كل صباح، هاد الاكله العجيبه اللي غتخلي اللي شافك يتسحر في الفورمه ديالك ويسولك شنو كتاكلي وشنو درتي. والحل بسيط جدا. الحل هو هاد الاكله حبيبتي، الأكلة ديال البيض والحلبة. يا اختي البيض والحلبة اللي ما عمركي سمعتيها. البيض والحلبة كتشدي لي يا اختي الحلبة، معلقة ديال الحلبة كبيرة، ديريها في الليل في الماء سخون وتخليها حتى الصباح. غتنوضي على الصباح تشربي ليا داك الكويس على الريق، تبقي ليا هو الاول. من بعد حبيباتي جلسي واحد ربع ساعه نص ساعه تقريبا ووجدي لي هاد الاكله وفطري بها على الصباح مع خبيز ديال الشعير ولا اي خبز، وكنفضل انه يكون ديال الشعير ولا القمح. غير المهم اي حاجه كتواجد عندك. المهم انا الرئيسي عندي هو هاد الاكله اللي بالبيض والحلبه. كتشدي ليا جوج مطيشات ثلاثه مطيشات اربعه مطيشات، انت وجهدك انت وشحال كتاكلي وشحال اللي غادي يقنعك في الفطور. انا خديت هنايا ثلاثه مطيشات، ثلاثه ديال المطيشات. شربتي الحليب الماء ديال الحلبة عفوا، بقات لك هذيك الحلبة المرقده ما ترميهاش، لا غتخدمي بها في هاد الاكله. هاد الحلبة هي المكون الرئيسي في هاد الاكله، ضروري يكون. كديري ثلاثه مطيشات او على جهدك، انا درت ثلاثه. جوج بيضات، رويس ديال الثومه، والعطريه كديري فيها الخرقوم الكمون والتحميره فقط. كتخوي ليا هذيك الحلبة المرقده اللي بقات لك، كتخويها فوق هذيك مطيشه. كتحركي والزيت البلديه والزيت الروميه بجوجهم شويه شويه، والملح على حسب الذوق. كترديهم فوق البوطه، تبقاي تشحري فيهم حتى يتعلقوا مزيان مع ديك الحلبه. راه كتجي واحد البنه هي البنات، راه يا سلام احسن من البيض العادي بمطيشه. هذيك الحلبه كتطلق واحد الريحه وواحد المذاق واعر. نتوما براسكم هذاك المذاق ما تقدروش انكم تسخاو بها، غزاله كتجي. كتخوي على هذوك جوج بيضات، كتخلطي ليا كلشي وكتضربيها ليا مع الصباح على الفطور. راه كتجي واعره وما تجي فين تكمل سيمانه اسبوع واحد البنات. راه كتشوفي راسك كتزيدي نهار على نهار. وبصحه والراحه، وما تنسونيش بلايك واشتراك.